يا باشمهندس شريف، رد عليا، انا سعيد الحنوتي. رد عليا، ليلتك طين زي الطين والربراب. رد عليا يا راجل، ليلتك سودة وقعتك زي الطين معاي. رد عليا يا باشمهندس زفت الطين. يحرق ابو معرفتك يا اخي على ابو اليوم اللي فكرت اعمل فيه اعلانات. رد عليا يا ابو عمو. يا عم سعيد، انا في الحمام بطني وجعاني عندي مغص، اطلع من الحمام وارن عليك على طول. انت قاعد ترن عليا، رنت عليا جي 3000 مره في الثانيه، مش عارف ارد، الموبايل علق. هطلع من الحمام وارن عليك على طول عشان بطني بس وجعاني. يا عم سعيد، اما اقول لك في الحمام، قسما بالله في الحمام بطني وجعاني، خليتني حلفت في الحمام يا اخي اتلبس. عايز ايه يا عم سعيد؟ انا طالع. ما ترد عليا يا عم شريف، انت ضحكت عليا يا ريس. عملت لي اعلان ممول ب 500 جنيه وما جاليش ولا دفنه لحد دلوقتي، ولا موتة جات لي. انا كنت بعمل اعلان بيجيب لي 5 دفنات في اليوم، 10 دفنات. انت مالكش في التكنولوجيا والامور دي يا عمي. قول لي يا عمي، قول لي نشوفوا غيرك يا ابو عمو بدل ما انت تعبنا معاك. يا عم سعيد، هو انت بتهزر معايا ولا انت مصطبح عليه دنيتك؟ يعني انت قاعد ترن عليا كل ده عشان تقول لي الاعلان اللي انا عملته لك ما جابلكش ناس تدفن؟ وانا مالي يا عم؟ انا شغلي تعمل لك اعلان. انت ما تعاقدتش مع دلاكوره هموت لك الناس انا وتدفنهم عندك. انا مش سفاح يا عم ولا خط الصعيد، انا راجل بعمل لك الاعلان. جات لك ناس ما جاتلكش ناس دي مش مشكلتي. وبعدين اعلان ممول ايه؟ اسمه اعلان ممول، انا مش مبيض محاره. الاعلان الممول ده عامل لك واحد مبيض محاره لا مؤاخذه، فاهمني؟ وبعدين انت لما قلت لي اعمل لي اعلان قلت لك يا عم سعيد مش هينفع. انا اول مره اشوف حانوت اونلاين بصراحه، يعني انا فاكرك كان بديت في الناس اللي مطبوط في بابجي. والله انت عبيط يا باشمهندس شريف وما فهمش حاجه خالص يا اخي. يا راجل والله انت جحش وحرامي كمان، ووقعتك معايا زي الطين والربراب على راسك وراس اللي جايبينك يا اخي. بعد اذنك يا عم سعيد، احترم نفسك، احترم نفسك يا باشا. انا مش حرامي، عيب اللي انت بتقوله ده. انا بعد اذنك انا مش حرام وما خدتش منك حاجه. خدت منك ايه انا عشان تجوب؟ بعدين لازمتي ايه يا باشمهندس شريف لما انت قاعد تشتم فيا؟ بعد اذنك احترم نفسك وما تقوليش جحش تاني ومش فاهم حاجه وحرامي. انا مش حرامي، عيب عليك. ايوه حرامي يا عم، حرامي وجحش كمان. عشان انا قلت لك اكتب في الاعلان انه يوجد لدينا خدمه 5 نجوم، وما كتبتش لا 5 نجوم ولا 3 نجوم ولا نجمه واحده حتى، وما جاليش ولا دفنه لحد دلوقتي. طب اعمل فيك ايه يا اخي؟ اخدك انت دفنك مكان الناس دي، ولا اعمل فيك ايه يا راجل؟ ده انت وقعتك زي الطين. ده انت اللي دخلك يا راجل السوشيال ميديا ده حمار. يعني انت بتقول عليا انا جحش عشان ما كتبتلكش في الاعلان بتاعك ان انت حانوتي، ان يوجد لدينا خدمه 5 نجوم؟ يعني فهمني ايه الخدمه ال5 نجوم اللي هتلاقيها عند حانوتي؟ يعني هتروح تدفنه في الفور سيزون؟ يعني اللي هيموت وهيجي يتدفن عندك انت هتاخده تدفنه في الساحل الشمالي في هيسندا وايت في بورتو جولف؟ ما الموتة موتة يا عمي. يا باشا انت فيك حاجه يا عم سعيد؟ يعني انا اول مره. وبعدين خدمه 5 نجوم وعرض ايه وباقات ايه اللي شغال؟ يا عم وانت كان نفسك تبقى مدير فرع اتصالات. عيب عليك يا عم سعيد، احترم نفسك وما تقوليش انت حرامي تاني. بص يا راجل انت احترم نفسك. ده حتى الديزاين اللي كنت حاطه لك في الاعلان انا ما كنتش عارف اعمل الديزاين اصلا، ما كنتش عارف احط ايه في الديزاين. انت بعت لي الشركه اسمها مش عارف حانوت السعيد، يعني انت مختار الاسم الوحيد اللي ما ينفعش في الموت. ديزاين؟ هي وصلت الكلام ده يا ريس شريف؟ عيب يا راس لما تقول الكلام دي. يطلع ايه الديزاين ده يا ابو عمو؟ والله لا دفنك لو تقصد حاجه غلط. يا عم تزين ايه انا؟ يا عم تزين ايه انا؟ ماله مال التزين؟ انا بقول لك ديزاين ديزاين. وبعدين انت ليه مصمم تدفن؟ انت في كل الحالات مصمم تدفني ليه يعني؟ انا ما قلتش ديزاين، انا بقول انت لخبطتني يا اخي. يا اخي انا بقول ديزاين مش مش كده خالص كده. عيب اللي انت بتقوله، عيب اللي انا بقوله صح. انا بقول ديزاين، انت بتقول التانية دي غلط، عيب ما تنفعش. اسمع اقول لك حاجه، الاعلانات اللي انت عملتها لي دي بايظه. يبقى لك عندي دفنتين ادفنهم لك ببلاش.